خدت كورسات كتير قبل ما اتخرج وبعد ما اتخرجت، وحاجات مثلا زي انترنشيب شبه مثلا UTW او حاجات تبع شركات او كده. بس بصراحة يعني من الكورسات اللي انا يعني اكيد عمري ما هنساها بصراحة، لان هي جمعت بين الجانب العملي والجانب العلمي في نفس الوقت، اللي هو داخل في تفاصيل صغيرة قوي ما حدش بيتكلم عنها. وانا يمكن يعني قبل ما بحب مثلا اخد اي كورس عموما، فبعمل سيرش على كورسات كتير قوي وناس كتير. فما يعني بصراحة حضرتك يعني ربنا يجازيك خير، يعني ان انت قدرت تجمع حاجات زي كده في كورس واحد، فده يعني اكيد وراه مجهود جبار يعني. حبيبي، ف... ربنا فربنا يكرمك يا رب. وطبعا موضوع التواصل بالنسبة لي يعني كان نقطة إيجابية، يعني أكتر حاجة عجبتني حتة التواصل وكده. لان دايما هي المشكله دايما بتبقى في الفولو اب، يعني الواحد بيكون ساعات بيبقى مثلا فاهم معلومه بشكل معين، وممكن في وقت من الاوقات يرجع يعني تقابله حاجه فيتلخبط في حاجه او كده. فموضوع الفولو اب كان فارق معايا جدا يعني بصراحه، وموضوع الاسئله وكده. وطبعا حته ان احنا طبقنا يعني ممكن نكون كنا مضغوطين شويه ما عرفناش يعني نتابع قوي، يعني كتقصير مننا احنا طبعا غصب عننا عشان ظروف الشغل وكده. لكن اكيد يعني حاجات زي كده هتعلم معانا اكتر فيما بعد بإذن الله، يعني لما الواحد ربنا يكرمه ويقدر ان هو يعني يدخل ايا من المجالين بقى، سواء الاستيميشن او الكنترول. فاكيد هتفرق معايا جدا، يعني سواء في انترفيو او سواء في شغل. فربنا يجازي حضرتك خير واكيد كورس يعني الواحد عمره ما هينساه.